هذا واحد من الربع سأل له تاجر، قال وش أكثر شيء يسعدك في الحياة؟ في الحياة كلها وش أكثر شيء يسعدك؟ قال موقف. قال وشو؟ قال يوم من الأيام كلمني واحد من أخوياي في الجمعية الخيرية. السلام عليكم. السلام. يلا حي، شلون أبو فلان؟ عساك طيب؟ يقول رجل ثقة من أخوياي. قال يا أبو فلان، احنا في الجمعية الخيرية محتاجين كراسي متحركة لمجموعة أطفال معاقين عندنا. قلت أبشر. كم حقها؟ سعرتها؟ قال لي والله مسعرها، ما كلمتك إلا مسعرها. قال حقها المبلغ الفلاني. قلت أبشر. يقول وحول عليها. رجل ثقة، يقول أعرفه من زمان خوي. يقول المهم الرجال اشتراها وكلمني، قال أبو فلان تقدر تجينا في الجمعية علشان أنت تقدم الهدية بنفسك؟ قلت جايكم. يقول واجي وأقدم الهدايا بنفسي في الجمعية للأطفال. صاروا الأطفال قدامي يلعبون بالكراسي المتحركة كانهم في ملاهي، مستانسين مبسوطين. يقول يوم جيت بطلع، يقول يمسكني واحد منهم، مسكني بثوبي، يقول أدنق عليه. قلت عامر ايش بغيت من أبوك؟ بغيت شيء؟ يقول ولدي يعاين في ملامح وجهي ويعاين في وجهي. قلت الرجال مشبه علي الولد. قلت امرني بغيت شيء؟ قال لا ما بغيت شيء، بس حبيت احفظ ملامح وجهك علشان ان شاء الله اذا شفتك في الجنة اعرفك واشكرك مرة ثانية قدام ربي. يقول هو قالها قسم بالله يا الربع، يقول حسيت في سعادة ما قد حسيتها في حياتي الا ذاك اليوم مع الطفل. سبحان الله يا الربع، جبر الخواطر ترى فيها سعادة ما يعرفها الا اللي جربها. من سار بين الناس جابر للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر.